فما أحوجنا ورب الكعبة لا أقول إلى كل كلمة بل إلى كل حرف نطق به من لا ينطق عن الهوى، فلن تسعد في دنياك وأخراك إلا إذا سلكت الطريق الذي سار عليه رسول الله، فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق المصطفى، فإياك أن تحيد عن طريق المصطفى، اتبع ولا تبتدع. وهذا هو موضوع خطبتنا غدا إن شاء الله تعالى في جامع عمر بن الخطاب، خطر البدعة، لأني أرى نبتة سوء تريد أن تقلل من خطر البدعة وتريد أن تهون من خطر البدع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في الوقت الذي لا يتكلم فيه العلماء الربانيون عن البدع وعن فضل الاتباع وخطر الابتداع إلا في المناسبات. وواجب على أهل العلم أن يبينوا للأمة فضل الاتباع وخطر الابتداع، وأنصحوا أولادنا وشبابنا ألا يتكلموا في غير فنهم، فمن تكلم في غير فنه أتى بالأعاجيب. فأنصح أولادنا وشبابنا ممن من الله عليهم بتذكير الناس وتذكير الشباب، أنصحهم ألا يتجاوزوا وألا يتكلموا في دين الله بغير علم، وألا يتصوروا أن مجرد قراءتهم قراءة عابرة لكتاب من الكتب أو لبعض الكتب يؤهلهم للحديث في هذه القضايا الكبيرة وفي هذه الأصول الكلية العظيمة التي لا يحسن الحديث فيها إلا الربانيون من العلماء، ممن يحسنون أن يفرقوا بين الأدلة الكلية وبين ما هو قطعي الدلالة أو الدلالة وبين ما هو ظني الثبوت، وبين الأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة، وبين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية، وكيف تكون البدعة الإضافية بدعة حقيقية، وكيف يحكم على القول أو على الفعل أو على الاعتقاد بأنه بدعة، وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر للحكم بالبدعية على قول أو فعل أو اعتقاد، وأن يقفوا على كلام أهل العلم المحققين، فربما يقول عالم قولا يخطئ فيه ويخالف به قول جماهير العلماء، فلا ينبغي أن يغتر بهذا، وألا تتبع زلة العالم وإن كان عالما فوق رؤوسنا وفي أعيننا نجل ونقدره. يعني إذا نقل مثلا الإمام القرافي في الفروق عن شيخ العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، وهو إمام في الجهاد وإمام في الصدع بالحق وإمام في الأمر بالمعروف وإمام في النهي عن المنكر، وهو الذي باع الأمراء والملوك كما يقال، ليس معنى ذلك إن أخطأ شيخنا العز رحمه الله تعالى أن ينقل عنه هذا وأن يردد هذا القول الذي خالف به أقوال جماهير أهل العلم في تقسيمه للبدع بأنها تنقسم إلى واجبة وإلى مندوبة وإلى مباحة وإلى محرمة وإلى مكروهة. هذا تقسيم لا يقول به أحد من أهل العلم، فينقل هذا ويضخم هذا ويقال قاله العز بن عبد السلام ومن. يا أخي نحن لا نثبت العصمة لأحد ولا نقول بالعصمة لأحد ولا نقول بالعصمة لأحد، فالعصمة قد انتهى زمنها بموت المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الأمر لا يفطن إليه إلا العلماء ولا يطرح إلا بين العلماء. شاب صغير فتح الله عليه وذكر زملائه وإخوانه من الشباب، فأهلا وسهلا ومرحبا، ونحمد الله على ذلك ونشجع شبابنا على ذلك وندعو لشبابنا، لكن أرجو ألا يتزاوج شبابنا قدره، وألا يتعدى أولادنا حدهم، وأن يطعنوا في العلماء وأن يطحنوا في العلماء، وأن يرى الولد من أولادنا نفسه لمجرد أنه جلس بين مجموعة أو ظهر على شاشة فضائية وأن يتجاهل أهل العلم وأهل الفضل. هذا ليس من التوفيق وليس من الفضل، وأخشى أن تكون بداية خذلان وبداية خسران. فليقتصر الشاب على تذكير زملائه وأقرانه بالمواعظ الرقيقة التي تذكرهم بالله وتذكرهم برسول الله وتذكرهم بالجنة وبالنار وتخوفهم من الموت ومن الوقوع في المعصية.
أما الولوج في هذه المسائل الكبيرة فلا ينبغي أن تكون إلا للعلماء الربانيين الذين يحسنون أن يتعاملوا مع الأدلة ومراتبها ومناطاتها، وأن يفرقوا بين المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، الذين يقفون على قواعد رفع الحرج ودفع الضرر، الذين يقفون على المصالح والمفاسد إلى غير ذلك من هذه الضوابط والأصول. معرفة القرآن ومعرفة السنة ومعرفة الناسخ، معرفة المنسوخ، معرفة اللغة، هذه أصول كبيرة. ولو أنا عشان قرأت لي كتابين وطلعت لي على فضائية أصبح من حقي أن أتكلم في الأصول وأن أتكلم في القضايا الكبيرة التي ربما خاف العلماء الربانيون أن يقحموا أنفسهم في الحديث عنها. الحديث عن الله بغير علم أخطر من الشرك بالله. الحديث عن الله بغير علم أخطر من الشرك بالله. فلقد قسم الله مراتب المحرمات إلى 4 مراتب، فبدأ بأقلها وانتهى بأخطرها، كما قال شيخنا ابن القيم في كتابه القيم إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين، لا مشاحة في الاصطلاح ولن نختلف على كسر الهمزة أو فتحها. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه أول مرتبة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. مرتبة ثانية: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وأخطر المراتب: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ليه القول على الله بغير علم أخطر من الشرك؟ أصل المشرك لا يضر إلا نفسه، المشرك لا يضر إلا نفسه. أما الذي يقول على الله بغير علم فهو ضال مضل، فهو ضال مضل وضار مضر، يضر نفسه وغيره، ويضل نفسه وغيره، ويهلك نفسه وغيره. وبعدين أزعل بقى، أنا راجل بضاعة مزجاة في العلم، أنا بتكلم عن نفسي يعني، عنديش حاجة، وبعدين كلمتين وقريتهم من كتابين وخلاص تصورت ان انا بقيت عالم، اقول اتحدى. بالراحة يا ابني شوية، بالراحة يا ابني شوية، حبيبي شوية بالراحة. تحدى ايه بس؟ وتحدى على ايه؟ كل ما قرأت انا كلمتين خلاص بقيت مفتي، صرت مفتيا، وصرت متجرئا على الخوض في هذه المسائل، واصبح دي لا مش بدع، ودي مش بدع، ودي مش بدع، والعلماء الاجلاء الفحول الكبار اللي قالوا هذه بدع لا اتحدى حد بقى يناقشني. بالراحه يا ابني شويه، بالراحه شويه، وخليك في اللي انت فيه، وارجع الى الحق، واعلم بان هذه بدايه خسران وخذلان، ان تتحدى الاكابر والافاضل والساده من العلماء كشيخ الاسلام ابن تيميه والامام الشاطبي والامام ابن حزم وابن القيم والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبي حنيفة والشعبي، فضلا عن أكابر الصحابة الذين بينوا خطر البدع بشكل يفزع القلب، حتى قال سفيان: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. نقوم نيجي احنا بكل سهولة كده نقلل من خطر البدع ونهون من شأن البدع ونفتح الباب على مصراعيه. هذا خطر عظيم. أنصح أولادي جميعا وإخواني جميعا ألا يتجرأوا على الخوض في هذا الباب، وألا يتجرأوا على الولوج في هذا الباب، وألا يظن أحد أنه قادر على أن يناطح الأئمة الكبار والعلماء الفحول لمجرد أنه قرأ كلمتين
لإمام قد لا يحسن هو أصلا أن يعرف قواعد الإمام أو أصول علم هذا الإمام، فضلا عن أنه قد لا يحسن أن يكون حافظا ل5 أجزاء من كتاب رب الأرض والسماء، فضلا عن 1000 حديث أو حتى 100 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا إياكم الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقنا دائما وأبدا الصواب والسداد، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح